السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد وده أول يوم من Elevate Yourself Day by Day، والنهاردة هنتكلم عن شوية tools هتخلي شغلك وحياتك أسهل بكتير. وطالما قلت إن هما شوية tools وهيخلوا حياتك أسهل بكتير فأكيد بتكلم عن الذكاء الاصطناعي. وخلينا نخش في الموضوع على طول. أول ويب سايت معانا هو بو. ده أول ما تخش هتسجل عليه بالجيميل بتاعك عادي وتسأله على أي حاجة أنت عايزها. بعد كده أي حاجة سواء بقى في دراستك أو حاجة أنت عايز تتعلمها تسأله يقول لك الخطوات. مثلا عايز تتعلم الويب ديفلوبمنت هتقول له أنا إزاي أبدأ ويب ديفلوبمنت، هتلاقي بيرسلك الستبس اللي تمشي عليها. تقدر تكلمه بالعربي أو بالإنجليزي عادي. عندك طبعا في 3 بوتات اللي هم على الشمال اللي هم مكتوب عليهم ليميتد اكسس، دول بفلوس ودول مش لازم تيجي جنبهم، عندك الباقي متاح ليك. تقدر تعمل عليه بوت لنفسك زي ما انا عامل اللي انا مسميه تكنو برين. ده انت تقدر تعمله ببساطة وتختار هو ممكن يتكلم زي مين من البوتات اللي موجودة عندك، وهيبقى عندك في اقل من دقيقة. متقلقش، الموضوع مش صعب. عندك برضو بوتات في ناس تانية عاملاها، تقدر برضو تستخدمها وتبقى متاحة ليك وتستخدم. كل واحد فيهم بيكون ليه استخدام معين مختلف عن التاني. وطبعا الموضوع بسيط جدا. في بعض المشاكل بس اللي عندنا هما مشكلتين. اول حاجه ان انت ما تقدرش تبعت له لينكات، ما يقدرش يعمل عليها اكسس. تاني حاجه وان انت ما ينفعش ان انت تقول له ان جنريت لصوره، هيقول لك برضه انا ما اعرفش، لان هو مش زي تشات جي بي تي ما فيهوش جزء اللي انت تبقى تعمل له جنريت لصوره او يعمل لك ديزاين لصوره او ان هو يتخيل حتى صوره. فدول الاتنين دول مش موجودين فيه. ما تقدرش تعتمد عليه برضو على حسابات رياضيه. تقدر ان انت تساله على الخطوات، هيقول لك الخطوات الحسابات بتاعتك بالآلة حاسبة عادي جدا. وبس كده. تاني موقع معانا هو عربي دوت اي اي. وده أول ما تخش هتختار اللغة سواء عربي أو إنجليزي، وده على حسب اللغة اللي هو هيكون مترجم لك بيها يعني. بعد كده هتسجل برضه بالجيميل بتاعك عادي جدا. بس المشكلة هنا إن الموقع ده ليه ليميت معين. يعني ايه ليه ليميت؟ يعني هو ليه ليميت لعدد الكلمات اللي هو يقدر يقولها لك. لو انت سألته مثلا على حاجة، هو عدد الكلمات اللي هو هيتكلم بيها ده محدود. وبعد كده انت تقدر تدفع اشتراك شهري. عشان تتخطى الحتة دي أو تتفادى إن أنت تدفع الاشتراك ده، تعمل أكونت تاني عادي جدا وتروح مسجل بيه عادي برضه، وتلاقي ادالك نفس الليميت. برضه بيكون في ليميت للصور، ده تقدر تعمل بيه كل حاجة. تقدر تخليه مثلا يكتب لك بوست على الفيسبوك أو إعلان أو أيا كان. تقدر برضه تلاقي عليه كل حاجة أنت عايزها. ممكن تلاقي لغات البرمجة نفسها. ممكن تقول له يكتب لك برنامج معين، هيكتبه لك برضه عادي، ما عندوش أي مشاكل. تالت ويب سايت معانا وهو ريموف باك جراوند. وده تقدر تستخدمه عشان تعمل اي elements انت محتاجه عشان تعمل مثلا اي محتوى، او عايز تحطه على صورة مصورة مثلا صميم للفيسبوك او اليوتيوب او اي فيديو مثلا انت بتعمله. ده من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها عشان اعمل انيميشن. في برضه شوية فيتشرز سواء ان انت تتحكم في البلور اللي وراك او ان انت تحط خلفية تانية. بس انت طبعا كنسل كل ده واستخدمها انت على اي حاجة تانية انت عايزها. طبعا برضه ممكن تجيب أي لوجو أنت عايزه. مثلا أنت عملت لوجو على برنامج تاني بس مش عارف تخليه PNG عشان تحطه على أي حاجة تانية، فبالتالي هتحطه هنا في الموقع ده. وده كان الاستخدام الأساسي اللي أنا دورت عليه عشان. وتقدر تاخده وتحطه على أي حاجة أنت عايزها تاني بعد كده اللوجو ده وبس. رابع ويب سايت معانا هو ادوبي بودكاست. وده اللي انا شخصيا بستخدمه علشان اخلي جودة الصوت احسن بكتير، علشان اعرف احطه في المحتوى ويبان كانه مايك بروفيشنال. طبعا كل واحد فينا ليه استخداماته. انت ممكن تستخدمه مثلا لو انت عندك في محاضرة بتسجلها وعايز تعزل النويز اللي حوالين الدكتور اللي بيشرح او المدرس او ايا كان انت بتسجل ايه، وعايز ان الكواليتي بتاعت الصوت تكون كويسة، فهتجيب الريكورد اللي انت مسجله وهتحطه في الموقع عادي جدا. وهو هيقعد له سكة 5 دقايق كده وهيدي لك الريكورد وهيوري لك الفرق. تعرف تشوف الفرق بنفسك بان انت تدوس على enhance speech وتشوف هيبين لك الفرق قبل وبعد التغيير. طبعا ده بجانب ان انت بتحاول تعزل النويز اللي حواليك على قد ما تقدر عشان تعرف تطلع احسن جودة للصوت. مش هتلاحظ الفرق عندي قوي لان انا اصلا ظابط اداة التليفون عندي لكواليتي احسن للصوت وعازل النويز اللي حواليا على قد ما اقدر. فما تدورش ورايا، انا دماغي احسن منك. اخر ويب سايت معانا هو stackdata.com. وده بيعمل اي حاجه ليها علاقه بالبي دي اف او الصور او الملفات او اي حاجه عموما. ممكن نحول لك مثلا من بي دي اف لملف اكسل او من بي دي اف لوورد او ممكن من جي بي جي لبي دي اف على طول. وده طبعا حبايبنا في جروب الدفعه هيستفادوا بيها جدا وهيحبوها أوي. هتسهل عليهم حوار البي دي اف ده جدا. ممكن برضو تعدل على ملف بي دي اف عندك اصلا. ممكن تضيف له حاجات، سواء انت عايز تضيف له تكست او عايز تعلم على حاجه مثلا مهمه فيه
أو عايز تعمل أي حاجة في البي دي إف بتاعك، أو عايز تعمل صور تعملها بي دي إف وبعد كده تعدل عليها، تقدر تعمل أي حاجة متعلقة بالبي دي إف أو الصور أو التكست أو الإكسل أو وورد أو أي حاجة من دول، تقدر تتحكم بيها، وتقدر يكون التحكم ما بينهم سهل جدا، وهو اللي يعملك كونفرت من أي حاجة لحاجة تانية. والموضوع سهل جدا، كل انت هتعمله ان انت هتسلكت الحاجة اللي انت عايزها وهو هيحولها لك على طول. بعد كده لو عايز تضيف حاجة أو عايز تمسح حاجة أو عايز تعمل أي حاجة في البي دي إف بتاعك، تقدر تعملها بكل سلاسة وسهولة، والموضوع سهل جدا. وطبعا ما تنساش تتابعني على كل المنصات عشان يوصلك كل جديد. سلام.